بسبب ان سعر البنزين غلى تاني الاسبوع اللي فات، فالناس بدأ تفكيرها يتجه للموتوسيكلات او الاسكوترات الكهرباء عشان توفر شويه في الفلوس. بس برضه ما افتكرش ان ده انسب حل في الظروف اللي احنا فيها دي. انت عشان توفر بنزين مش لازم تمشي ورا عربيه تريلا مثلا عشان تقلل مقاومه الهواء ليك، ولا انك مثلا تحلق شعرك قرع عشان تزود الايرودايناميك. توفير البنزين ديت امور عمليه ومدروسه، يعني مش تجربه شخصيه لاي حد خالص. فانا في الفيديو ده هقول لك ازاي توفر في استهلاك البنزين، سواء كنت بتستخدم الموتوسيكل بتاعك او السكوتر بشكل يومي او في الاجازات. وعايز اقول لك ان توفيرك للبنزين دوت هيوفر لك في الفلوس بتاعتك على المدى البعيد. وما تنساش تعمل الحاجه اللي احنا متعودين عليها في كل فيديو، اللي هي انك تنزل تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. لو ما قدرتش تكتب في الكومنت صلي على النبي في سرك. ويلا بينا هنبدا باول حاجه، وهي صيانات الموتوسيكل. صيانات الموتوسيكل ديت فيها كذا حاجه كده وكذا نقطه، لو عملتها بشكل مظبوط دوت هيضمن لك استهلاك مناسب في البنزين بتاعك. منهم مثلا انك تغير الزيت بتاعك في المواعيد بتاعته. تغيير الزيت في المواعيد المحدده بتاعته دوت بيضمن لك ان الموتور بتاعك بيشتغل بكفاءه كويسه، وبالتالي بيقلل استهلاك البنزين. ولو انت الموتوسيكل بتاعك او السكوتر شغال بنظام الحقن اللي هو الكربراتير، لازم تتاكد ان الكربراتير نفسه سليم، وان الضغط بتاع الكربراتير داخل الموتور سليم 100%. النقطه اللي بعد كده في الصيانه بتاعه الموتور وهو البوجيه. بما ان البوجيه دوت من العناصر الاساسيه في نظام الحرق بتاع الموتور، لازم تتاكد ان البوجيه بتاعك سليم بنسبه 100%، لان اي مشكله هتحصل في البوجيه هيؤدي لاستهلاك البنزين بصوره كبيره جدا. تنظيف فلتر الهواء. فلتر الهواء بتاعك من الحاجات برضو المهمه جدا وبتاثر على استهلاك البنزين. لو فلتر الهواء بتاعك مش نظيف لازم تنضفه، ولازم تتاكد اللي هو لو مكسور او في اي مشكله لازم تتاكد ان انت لازم تغيره. بما اننا اتكلمنا على نظام الكربراتير، فعايز اقول لك ان الموتوسيكل بتاعك لو انجكشن دوت هيوفر معاك بنسبه كبيره قوي في البنزين. بالمناسبه احنا هنعمل فيديو قريب عن الفرق بين الانجكشن والكربراتير. النقطه رقم 2 اللي لازم تتاكد منها العجل بتاع الموتوسيكل. انت تعرف ان 15% من البنزين بيروح بسبب ضغط الهواء، وعشان كده لازم تتاكد ان الضغط اللي في الكاوتش بتاعك مظبوط، عشان لو قل عن الطبيعي هيزود العزم عن الموتور، وبالتالي هيزود استهلاك البنزين. المشكله في الموضوع دوت ان اغلب الناس مفكره ان بس الهواء بيقل من الكاوتش لو دخل فيه مسمار او ازازه او حصل حاجه في البلف، فبالتالي بيسرب هواء. بس الحقيقه ان ضغط الهواء بينزل من 1 ل 3 بي اس اي شهريا. لو عايز تجرب الموضوع ده بسرعه عمليه كده، انفخ الكاوتش بتاع الموتوسيكل بتاعك او بتاع السكوتر بتاعك وابدا زقه كده من غير ما تسوق الموتوسيكل او السكوتر، تلاقي الموضوع ماشي معاك بصوره سلسه جدا. بعد كده نزل الهواء نص مثلا الكاوتش او الهواء اللي فيه، بعد كده ابدا زق، هتلاقي انت بتبذل مجهود اكتر عن الطبيعي او اكتر عن المره اللي فاتت، فبالتالي المجهود اللي انت بذلته زياده ده هو نفس المجهود الموتور بيعمله عشان يمشي الموتوسيكل، فبالتالي بيزود نسبه استهلاك البنزين. النقطه اللي بعد كده نختص بيها الناس ان الفرامل بتاعتهم ديسك، وان هم لازم يتاكدوا ان البستم بتاع الفرامل ما فيهوش اي مشكله وبيعمل بصوره كويسه جدا، لان اي مشكله في البستم دوت فرامل او هيقفل على الديسك، فبالتالي العجله هتلاقيها بتشتغل بصعوبه، وبالتالي هيزود استهلاك البنزين. النقطه رقم 3 معانا في توفير البنزين، وهي انك تحط نوع البنزين المناسب. بنزين 95 من بنزين 92 مش هيفرق كتير قوي معاك، بس حرفيا هيفرق في جيبك، ودوت مضر قوي لجيبك. بنزين 92 وبنزين 95 هما الاثنين نازلين من نفس الخزان، الا ان البنزين بتاع 95 ده عليه اوكتان اعلى. فايده الاوكتان دوت او الماده ديت ان هو بيضمن ان بنزين 95 ده بيتحرق جوه غرفه الحرق ذات نفسها. واتكلمنا قبل كده ايه اللي بيحصل لو البنزين اتحرق قبل غرفه الحرق او بعد غرفه الحرق. هبقى اسيب لك الفيديو دوت في البايو او في الديسكربشن بتاع الفيديو. النقطه رقم 4 معانا وهي طريقه السواقه. خدها قاعده ثابته، وهي ان طريقه السواقه اكتر حاجه ممكن تزود استهلاك البنزين. في حاجات مش هنقدر نتحكم فيها، والحاجات ديت بتزود في استهلاك البنزين، زي مثلا سرعه واتجاه الرياح. لو انت بتسوق عكس اتجاه الرياح دوت بيزود نسبه استهلاك البنزين، لان مع كل 15 كيلو متر من سرعه الرياح العكسيه بيزيد استهلاك البنزين بنسبه 13%. النقطه الثانيه برضو اللي مش هنقدر نتحكم فيها شكل الطريق نفسه. الطريق نفسه لو فيه طلعات كتير دوت بيزود الحمل على الموتور، وبالتالي بيزود نسبه استهلاك البنزين. نيجي بقى للحاجات اللي انت تقدر تتحكم فيها. لو انت من الناس اللي زي حالاتي وزي اغلبنا كلنا، اي حد في العالم بيعمل الحركه ديت، اول لما تقف في اشاره كده بتحب ان انت تبقى واقف اول واحد. بس الغلطه اللي ممكن اغلب الناس بيعملوها عشان تسبق الناس اللي قبليك، انت بتعلق ايدك على البنزين، وبالتالي الار بي ام بيعلى. الار بي ام بيعلى دوت انت ممكن تقول مثلا قشطه، ده حاجه قليله، مثلا جزء اقل من جزء من الثانيه، انت ممكن ما تاخدش بالك، بس عايز اقول لك ان تكرار العمليه ديت بيزود استهلاك البنزين. برضو الناس اللي بتقف بالموتوسيكل، انت برضو نفس السيناريو، في اشاره قدامك انت شايف الاشاره من بعيد، فالناس بتبدا تمسك فرامل على طول
عشان الموتوسيكل يقف. وديت عايز اقول لك انك تمسك الفرامل على طول ده اكبر غلط، وبرده بيزود نسبه الاستهلاك بتاع البنزين بتاعك. طب ايه الحل للموضوع ده؟ الحل للموضوع ده لو انت طالع من اشاره او طالع بالموتوسيكل عموما، انك ما تخليش الار بي ام يعلى قوي عشان ما يزودش نسبه الاستهلاك. تاني حاجه، وانت بتقف بالموتوسيكل طالما في مسافه امنه بينك وبين الهدف اللي انت عايز توصل له دوت، حاول تسيب البنزين والموتوسيكل يعمل انجن بريك لوحده او يهدي سرعته لوحده، او خلاص لو انت فقدت الامل وانت عايز تقف، حاول انت تعمل انجن بريك او تسقط الغيارات، بس بلاش تستخدم الفرامل على الفاضي وعلى المليان. خلينا متفقين ان احنا كلنا جايبين الموتوسيكل عشان حاجه بسرعه وحاجه بتوصل اسرع من العربيه او من اي وسيله مواصلات تانية. خليني افكرك بحاجه بسيطه كده، انك كل ما تجري بسرعه كل ما هيزود استهلاك البنزين. الدراسات اثبتت لو انت بتسوق بسرعه 100 كيلو متر في الساعه وزودتها ل 130 كيلو متر في الساعه، يعني 30 كيلو متر في الساعه بس، دوت بيزود نسبه الاستهلاك 26%. يعني لو الرحله بتاعتك او التفويله بتاعتك ب 100 جنيه، المره الجايه وانت سايق بسرعه هتكلفك 126 جنيه. ممكن حد يقول لي 26 جنيه دولت يا عم ما يعملوش حاجه. لا، 26 على 26 زي ما قلت لك على المدى البعيد هيعملوا رقم معاك صدقني، وهيفرق خصوصا مع الناس اللي شغاله. وكمان خليني اقول لك، لو انت وزنك زايد او حاطط صندوق او بوكس على الموتوسيكل او السكوتر بتاعك، او واخد حد وراك، الناس بقى اللي بتسوق باثنين وثلاثه واربعه دولت، او حاطط اي حاجه بتزود وزن الموتوسيكل او السكوتر، كل دوت بيزود من الاستهلاك بتاع البنزين. كده يا ابو الصحابه اكون لخصت لك اهم الحاجات او النصايح اللي بتزود من استهلاك البنزين. لو انا نسيت حاجه او انت بتعمل حاجه ممكن تشيرها معانا وتشيرها معانا دلوقتي في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو الاسبوع اللي جاي. كان معاكم رمزي ابو زيد. سلام.